هو انا لو كلت لحمه كتير هتجيب لي نقرس، ولا الكلام ده مخصص لناس معينه بس؟ داخلين على عيد كبير وفته ولحمه وكل سنه وانتم طيبين. اللحمه خلاص هتبقى الضيف الرسمي على كل سفره. اول لما اللحمه بيظهر معاها اسئله: هو مريض الضغط ينفع ياكل لحمه؟ طب اللي عنده سكر، طب هل فعلا اللحمه بتجيب نقرس؟ وتلاقي الناس دايما بتتعامل مع اللحمه على انها قنبله موقوته، وفي وسط الكلام الكتير تطلع التحذيرات من كل ناحيه: خلي بالك اللحمه بترفع الضغط، لو هتاكل كتير لا يجيلك نقرس، السكر هيعلى لو كلت لحمه. بس يا ترى الكلام ده علميا صح ولا اي كلام؟ احنا اتعودنا دايما ان انا افهمك بالعلم مش براي شخصي، فتعالوا نفهم سوا. اللحمه مصدر مهم جدا للبروتين والحديد وفيتامين بي 12. واحد جيماوي دلوقتي عايز يعرف الخروف فيه كام جرام بروتين، بس خلي بالك ان هي فيها دهون مشبعه وحمض اليوريك اللي بيتحول ليوريك اسيد، والحمض ده مضاد قوي للاكسده، يعني فيها فايده، بس لو زاد في جسمك هيبقى فيها مشاكل زي النقرس ومشاكل خطيره تانية، خصوصا لبعض الحالات. في دراسات بتقول ان اللحوم الحمراء خاصه لو دسمه ممكن ترفع ضغط الدم لو اتاكلت بكميات كبيره. طب ليه؟ عشان الدهون المشبعه ممكن تضايق الشرايين اللي هي تصلب الشرايين، ومع الوقت هيحصل لك ارتفاع في ضغط الدم. طيب لو اللحمه بقى قليله الدسم ومطبوخه بطريقه صحيه زي مشويه او مسلوقه وكميتها تكون معتدله، هيكون مفيش ضرر حقيقي لمريض الضغط، بشرط يحافظ على الاعتدال في اكل الملح طبعا، لان مشكله مريض الضغط الكبيره بتكون في كميه الملح. طيب نيجي بقى لمريض السكر. اللحمه ما فيهاش سكريات لان هي بروتين ومش بتاثر على ارتفاع السكر بشكل مباشر. هو ينفع اصلا البروتين يتحول لسكر؟ مش اللحمه دي بروتين؟ لان هي مش نشويات ولا جلوكوز. طب السكر هيترفع ازاي؟ بص، البروتين ممكن يتحول لسكر عن طريق عمليه بتحصل في الكبد، وفيها بيتم تحويل الاحماض الامينيه لجلوكوز عشان الجسم يستخدمه كمصدر للطاقه. والعمليه دي بتحصل في حالتين: لو انت مقلل او مانع النشويات فتره طويله، او لو اكلت لحمه بكميه كبيره جدا، وده ممكن يسبب ارتفاع في مستوى السكر في الدم. ووفقا لمعايير مرضى السكر الصادر عن الجمعيه الامريكيه للسكر، مفيش كميه مثاليه للبروتين هتساعدك في التحكم في مستوى السكر، بس لو واحد اكل منها كتير، خاصه المصنعه زي اللانشون او المعلبات او السجق. الدهون الكتير هتزود مقاومه الانسولين، والاضافات اللي فيها ممكن تاثر على الصحه العامه. يعني مريض السكر ممكن ياكل لحمه عادي، بس ياكل بعقل واستشاره الطبيب. اما بقى بالنسبه للنقرس، فتعال نتكلم بصراحه. لازم تخلي بالك من كميه بعض الاكلات زي اللحمه، وبالذات الكبده والمخ واللحوم العضويه، وكمان الزبيب والبروكلي والمشمش وفول الصويا والعدس والفاصوليا البيضاء. كل دول فيهم نسبه عاليه من البيورونات، وده بيرفع حمض اليوريك في الجسم. وبالتالي لو شخص عنده قابليه او تاريخ مع النقرس، اللحمه الكتير ممكن تهيج النوبه دي. بس الحل مش انك انت تبطل اللحمه، الحل انك انت تقلل الكميه وتزود شرب الميه وتبعد عن اللحوم المصنعه، وكمان توازن اكلك باقي اليوم. الخلاصه، اللحمه مش عدوه، بس برضه مش هينفع تتحول لوجبه 3 مرات في اليوم، وكده كده انت ما بتعرفش تاكلها 3 مرات في اليوم. لو عندك ضغط او سكر او نقرس، كل قطعة لحمة صغيرة، خليها مستوية صحيا، اشرب مية كويس، وازن اكلك بخضار وسلطة. الفرحة مش في حجم اللحمة، الفرحة انك تاكل من غير ما تضر جسمك. انا محمد يوسف، اخصائي تغذية علاجية ومدرب شخصي ولياقة بدنية. اوعى تستلف راحتك على حساب صحتك، لان هي اغلى ما تملك. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد. لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو عندك استفسار سيبه في الكومنتات وانا هرد عليك. مع السلامة.